بان الميه ملوثه. هيقولك اذا كانت الناس تشرب ميه ملوثه، تشرب ميه ملوثه ليه؟ اصل مفيش مياه صرف صحي ومفيش مياه مواسير حنفيه. مفيش ليه؟ لان تربه الارض ضعيفه، والبلد بينتشر فيها الجهل والفقر والمرض، والمستوى الاقتصادي ضعيف، ومفيش توعيه صحيه. يبقى لازم اعمل انا ايه؟ احسن التربه، ادخل صرف صحي ومواسير مياه صالحه للشرب، ارفع المستوى التوعية الصحية، ابتدي تنظيم المياه ما بين ان يكون في مياه صالحة للشرب وفي مياه صرف صحي. هنا الفلسفة ما اهتمتش بس اني انا اعرف ان السبب المياه الملوثة، لا، دي ربطت الظواهر كلها بعضها ببعض عشان تكون حقيقة كلية شاملة. الفلسفة لا تهتم بالبحث عن الظواهر القريبة المادية